كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. غنقدم لكم ان شاء الله واحد المعقوده وهذيك الفخيده الدجاج اولا لي بيلون. المره الجايه ان شاء الله وانا نصايبهم لكم في فيديو اخر. فهاد المره هذه غنصايب معكم ان شاء الله غير المعقوده اللي كتجي صراحه رائعه، احسن بصراحه من ديال المطاعم. فهانتوما معايا وغادي تشوفوا ان شاء الله المقادير وغادي تشوفوا طريقه التحضير يعني حتى لاخر مرحله. مرحبا بكم، والى عجبكم الفيديو ما تنسوش لي لايك طبيعه الحال. ما تنسوش كذلك اللي ما اشترك يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. فكما كتشوفوا معايا معقودات على شكل دائري كما كتشوفوا. كيجيو مقرمشين صراحه من برا وفي الداخل كيجيو صراحه لذاذين، يعني بمكونات موجوده في كل بيت اكيد. ان شاء الله المره الجايه كما قلت لكم غنقدم لكم غنحط لكم فيديو ان شاء الله كيفاش صايبت فيه كيفاش صايبت هذوك لي بيلون هذوك اولا الفخيدات. فالمقادير كنحتاجوا 4 او 5 ديال البطاطا اولا البوم دو تير. كنسلقوهم ومن بعد كنبزيوهم كما كتشوفوا انا ديجا سلقتهم ومعكتهم هنا. في العطريه كنحتاجوا كما كتشوفوا معايا كاين الكمون، كاين التحميره، الخرقوم، سكينجبير، الابزار، ثومه غبره كما كتشوفوا اولا يابسه، الملح والهريسه. يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو الهريسه، هي بالهريسه صراحه كتجي زوينه كتجي لذيذه. وهنايا كما كتشوفوا قطعت القزبر، يعني كاين عندي 2 معالق عفوا معلقه كبيره ديال القزبر. وهنايا بيضه، طحين. ونسيت ما حطيتش لكم لا شابلور، حيت حتى لا شابلور كنديرها والخبز يعني المطحون اولا المهم حتى هو كنستعملوه. نسيت ما قلت لكمش. كذلك هاد البيضه هذه نسيت ما قلت لكمش بانني ضفت بيضه كذلك مع المقادير. فهنايا كما كتشوفوا خويت القزبر زدت عليهم العطريه على البطاطا ديالي، زدت عليها العطريه كامله اللي قلت لكم. نسيت الفرماج كذلك. فوالا الهريسه كما كتشوفوا اللي ضفتها هنايا، ما قلتهاش ما حطيتهاش في المقادير ولكن انا ضفتها هنايا. وزدت واحد المعلقه صغيره ديال لاموطار كما كتشوفوا هنا. صراحه كتجي لذيذه، ان شاء الله تجربوها وردوا عليا ان شاء الله في التعاليق. فهنايا كما كتشوفوا غنبدا كنخلط، نبدا نجانس في العناصر اولا نخلط في العناصر ديالي حتى تجانس مع بعض. الا لاحظتوا ما درتش فيها الزيت لحقاش ديجا غتقلى هي بالزيت. المهم كنستمروا على هذا الحال هذا حتى ندمجوا العناصر ديالنا كلها مع بعضياتها. فيمكن لكم تضيفوا كذلك يعني الصدر ديال الدجاج اولا تضيفوا الكفته اولا تضيفوا يعني تقدروا ديروا اي حاجه. انا في داك اللحظه هذه كنت مزروبه، وغتلاحظوا معايا ان شاء الله بانني زدت غير سميتو الطون. هنايا تا خلطت العناصر ديالي كامله كما شفتوا معايا، ومن بعد ضفت هذيك البيضه ديالي وغنعاود نولي نكمل في الخلط. وغير واحد الحاجه، الا كانت عندكم بطاطا ديالكم جاريه كيف ما كتشوفوا معايا يمكن لكم تزيدوا الدقيق. فوالا كتشوفوا هنايا كتلصق في اليد بزاف وكتبان بانها يعني مطلوقه، يعني كخصني نزيد ضروري كخصني نزيد فيها الدقيق. نتوما كذلك. فوالا هنا زدت الدقيق، غنبدا نخلط عاوتاني من جديد.
حتى غنحصل على واحد العجين اللي غنتحكم فيه، يعني واحد الخلطه ماشي عجين وانما خلطه اللي غنتحكم فيها بيدي باش نشكلها ان شاء الله بلاتي فاش غتشوفوا معايا. هنايا كما شفتوا كنت كنخلط ولاحظت بانه خاص مازال نزيد دقيق. كذلك يمكن لكم تزيدوا فيها الفرماج غابي. المهم اي حاجه متواجده عندكم في البيت يمكن لكم تضيفوا اي حاجه من كتكوني في الكوزينه، اي حاجه طاحت، اي فكره طاحت عليك راكي كتطبقيها. الا صدقات هي هذيك ما صدقاتش، المهم في اغلب الاحيان كتصدق هذاك الشيء حتى كنفكروا فيه مزيان عاد كنطبقوه. فوالا من بعد هنايا انا شكلتهم، خديت يعني هاد الشكل هذا الدائري باش غنشكل يعني قريصات اولا خبيزات صغيورين ديال البطاطس. ضروري ما كندوز داك الخبيزات في الطحين. فوالا كما كتشوفوا معايا لهاد الطريقه هذه. المهم ضروري ما كنرشوا هذاك السطح هذاك اللي غنديروا عليه البطاطس باش ما تلصقش لينا، ضروري كنرشوا عليه الدقيق كما لاحظتوا معايا. هنا انا رشيت عليه الدقيق، يعني ما تخافوش من هاد الناحيه هذه ديال الدقيق، راه كلشي كيطيب. وكنستمروا على هذا الحال، كنمشيو نوريكم يعني واحد يعني خبيزه اخرى. استسمح على الفيديو اللي ما كيبانش مزيان، ما انتبهتش. فوالا كنمشيو على هاد يعني هاد الطريقه هذه حتى كنكملوا بطاطا ديالنا. انا قسمتها على جوج، النص درتو هكاك يعني ما فيه والو، يعني غير كما شفتوا معايا الخليط، والنص ضفت ليه الطون كما غتشوفوا معايا ان شاء الله لاحقا في الفيديو. فوالا كنستمروا على هاد النحو بحال هكا. فانتم يمكن لكم ديروهم دائريين، يمكن لكم ديروهم على شكل سيجار اولا المهم الشكل اللي بغيتو. فهنا كما كتشوفوا معايا انا ضفت الطون، الباقي اولا النص ديال الخلطه ديالي ضفت عليها الطون. وانتم تقدروا تضيفوا اي حاجه كما قلت لكم، تقدروا تضيفوا لا فيونداشي يعني الكفته اولا البلون بولي اولا يعني اي حاجه متوفره عندكم. هي المعقوده راكم عارفين بانه ما كاينش فيها هادشي كامل، ولكن الانسان دائما يحسن من يعني من الحوايج ديالو، دائما يبتكر شي حاجه. هنايا كما شفتوا ديجا راني مدوزهم في الطحين، من بعد كندوزهم في البيض، ومن بعد كندوزهم في لاشابلور كما كتشوفوا اولا الخبز اليابس. فوالا النتيجه النهائيه اخواتي كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو مقرمشين وفي الداخل كيجيو لذاذين. كنقدموهم هنايا مع الكيتشوب مايونيز ولا اي صوص اخر عندكم. كما شفتوا معايا لي بيلون كذلك حتى هما كنت صايبتهم. والمهم الطريقه ديال الطهي ديالهم ان شاء الله المره الجايه نشاركها معكم. والطريقه ديال يعني درت ليهم بحال كما كتشوفوا معايا بحال المعقوده ديالنا، حتى هما دوزهم في الطحين من بعد في البيض ومن بعد في لاشابلور. فوالا كانت النتيجه النهائيه هي هذه اخواتي. شكرا لكم على حسن المتابعه. فاذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، واللي باقي ما اشتركش يشارك قناتي ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. كنقول لكم في امان الله، استودعكم الله، السلام عليكم.